السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. معكم جنى في قناة يوسف وجنى. كل عام وانتم بخير. طبعا يا جماعة داخل علينا شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين. انا عارفة والله ان انا مقصرة معاكم وليا فترة كبيرة ما عملتش فيديوهات، بس انتوا عارفين طبعا الدراسة يا جماعة والله شغلة كل وقتي. ادعولي بقى ربنا ينجحني وينجح كل الناس ان شاء الله. جبت لكم يا جماعة المكان ده من ارخص الاماكن اللي بتبيع زينة رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. انتوا بجد يا جماعة هتروحوا هناك هتشتروا زينة رمضان حرفيا ببلاش يا جماعة. يعني مثلا زي فرع الورق يكون ب10 جنيه. يا بلاش يا جماعة، يا بلاش فعلا والله. من الناس طبعا اللي بتحب تعلق مثلا الحاجات دي في بيتها وفي الشوارع، بتبقى طبعا الحاجات دي مليانة بجد يا جماعة وبتفرح كل الناس. يعني مثلا زي الفوانيس دي ب60 جنيه. اللي فيها يا جماعة بجد تحفة جدا، والأسعار هناك جميلة جدا. هتروحي تشتري الحاجات وهتبسطي نفسك بأقل الأسعار. مش هتاخدي مثلا فلوس كتير، وهتبسطي نفسك وهتبسطي أولادك وكل حاجة. يعني بصوا يا جماعة الفوانيس دي كانت عاملة هناك بتبدأ من 60. برضو الفانوس ده بصراحة يا جماعة كان عاجبني جدا. الفروع الزينة بتاعت الورق خامتهم كانت تحفة. يعني مش ان هما بيبدأوا ب10 جنيه فيبقى خامتهم وحشة، لا يا جماعة خامتهم كانت تحفة جدا. وبصراحة الحاجات هناك كانت عجباني جدا جدا جدا. وبجد هتروحي هناك هتتبسطي، وشكل الحاجات والموديلات جميلة، ومش نفس الاشكال، اشكال برضو مختلفة يا جماعة. ومنظرهم بصراحة بجد تحفة جدا. المحل ده جميل جدا بجد يا جماعة. والاسعار هايلة يا جماعة بجد هناك. يعني مثلا فرع النور تجيبيه لبيتك بيبدأ من 40 جنيه. 40 جنيه لفوق بقى، وعلى قد انت مقدرتك طبعا وعلى قد الحاجات اللي هتعجبك. فبصراحة يا جماعة الأسعار هناك كانت تحفة جدا. يعني بصوا في أشكال فوانيس أنا بصراحة كنت أول مرة أشوفها. يعني ده كده تحطيه مثلا على سفرتك. برضو كل حاجة هناك هتفكرك برمضان بجد. وأشكالهم تحفة جدا يا جماعة. وأهو بكار. يعني بصراحة الحاجات هناك كانت مفرحاني جدا. يعني شكلهم تحفة بجد يا جماعة. طبعا كل سنة وانتم طيبين. رمضان طبعا هل وان شاء الله هنقعد بقى نصوم ونصلي ونقرا في قرآن. بصوا طبعا يا جماعة ده مصحف كبير شكله تحفة بجد يا جماعة، ويخليكي كده وانت قاعدة بتقري قرآن تبقي فرحانة كده وحاسة ان رمضان فعلا دخل عليكي. وطبعا المصليات هناك برضو كان يا جماعة اسعارها تحفة جدا. هبقى يعني خليكم معايا لحد اخر الفيديو، وهتشوفوا كل الاسعار اللي انا برضو بقولكم عليها دي، وانتوا احكموا بنفسكم بجد. يا بلاش يا جماعة. المكان ده يا جماعة كانت اسمه مكتبة السمان. بصراحة يا جماعة بيبيعوا حاجات جميلة جدا وبأرخص الأسعار هناك. هتلاقوها بجد. كلكم يا جماعة لازم تروحوا هناك عشان تلحقوا، لأن الحاجات دي أكيد مش هتقعد كتير وهتخلص. لأن بجد الأسعار يا جماعة هايلة، وإن شاء الله يا جماعة تعجبكم الأسعار هناك. بصوا يا جماعة يعني مثلا المصلية دي كانت ب160 جنيه. بصراحة يا جماعة السعر تحفة جدا. ب160 جنيه يعني يا بلاش يا جماعة بصراحة بالنسبة للأسعار بتاعت دلوقتي. طبعا انتوا طبعا كلكم عارفين ان الأسعار بتاعت دلوقتي مولعة. ودي كمان ب160 جنيه تخليكي كده مرتاحة في صلاتك وانتي بتسجدي. المنظر أساسا حلو، والألوان مش لون واحد، يعني ألوان كتيرة. فبصراحة لا يا جماعة بجد المكان هناك يعني ممتع جدا. وهخليكم مع باقي الفيديو وانتوا هتشوفوا الاسعار وانا بسألها وهي هترد عليا. بجد الاسعار هناك يا جماعة ممتازة جدا. اهو وكمان يا جماعة في هناك سبح. يعني بجد هتروحوا هناك هتلاقوا مصاحف، مصليات، سبح، كل حاجة يا جماعة بجد هناك هتلاقوها. فوانيس بقى، فروع زينة للنور، وفروع زينة أوراق عادية، وأشكال بقى بوجي وطمطم والحاجات اللي احنا بنحبها دي، وبكار والكلام ده كله يا جماعة هتلاقوه هناك. وفنانيس طبعا الشخصيات التحفة اللي احنا بنحبها كلنا، كبير وصغير كلنا بنحبهم، هتلاقوها هناك ان شاء الله. وبكل الحاجات اللي انتوا متوقعين ان انتوا ان شاء الله تلاقوها هناك هتلاقوها. يعني بصراحة عندهم ألوان وأشكال كتير جدا. أبدعوا بصراحة يا جماعة في المكان. أهو بصوا سبح بأشكال، وفي 33 وفي 99. في السبح اللي تخطر كلها على بالكم. لما تحطوا حاجة في مخكم بجد روحوا في مكتبة السمان وانتوا هتشوفوا. اهو فرع النور برضو فوق لو خدتوا بالكم بجد شكله تحفة جدا وهتشوفوه برضو. ودي يا جماعة جميلة جدا، مصلية بسبحة
بالسبحه اللي احنا بنسبح عليها كده في الايد، ببوصله كده توجيه الكعبه. بصراحه تحفه جدا يا جماعه. عشان انت لو مش عارفه في بيتك انهي مكان للقبله، اهو ده هيوضح لك كل حاجه يا جماعه. بجد جميله جدا وب75 جنيه. يا بلاش يا جماعه بجد، يا بلاش فعلا. اهو بصوا، والسبحه دي عجبتني فحبيت ان انا اوريها لكم، بشارككم كل حاجه حرفيا يا جماعه. شفتوا اكتر من كده؟ يلا بقى ادوني بقى لايكات على قد ما تقدروا بجد يا جماعه، عشان انا اهو بروح لكم وبصور لكم كل حاجه، وانتوا حطوا لايك ببلاش بقى. اهو بصوا، دخلنا بقى على الميداليات يا جماعه. الميداليه هنا كانت عامله 15 جنيه. يعني ايه ميداليه ب15 جنيه يكون مكتوب عليها رمضان كريم وكده، باشخاص بقى بوجي وطمطم والكلام الجميل ده؟ بجد تحسسك برمضان. يعني حتى وانت بتفتحي المفتاح باب شقتكم هتفتكري رمضان. كل حاجه هتفكرك برمضان هناك يا جماعه، من اول السبحه والمصليه لحد الميداليه. يعني بصوا، من اكبر لاصغر حاجه حرفيا. اهو طبعا دي يا جماعه فروع النور اللي انا كنت بكلمكم عليها. يعني اشكال بجد يا جماعه، مش زي الاشكال التقليديه كده بتاعت زمان. لا يا جماعه، دي بقت اشكال تحفه جدا يا جماعه، وهتشوفوها معايا دلوقتي. دي برضو حاجات كده بتتلزق دبل فيس. دي كانت عامله 15 جنيه برضو، زيها زي الميداليه. بصوا، مكتوب عليها رمضان كريم وعلى شكل بكار. شفتوا احسن من كده يا جماعه؟ اهو جميل جدا. وهي هناك برضو الزينة بتاعت الأوراق هناك برضو كانت بتبدأ من 10 جنيه لفوق بقى. طول ما انت عايزة بقى اسألي، وانت هتروحي هناك اسألي واستفسري. وبجد الحاجة هناك تحفة. ده فرع زينة يا جماعة بتاع نور، كان عجبني جدا، بينور وبيعمل نور شكله تحفة. هوريهولكم اهو. بصوا بجد النور بتاعه جميل كده، اصفر وهو على شكل فوانيس، مش زي الاشكال التقليديه بتاعتنا بتاعت زمان على شكل لا فوانيس. ونوره كده جميل جدا. بالعكس يعني لو كان فيه ضلمه اكتر هناك في المكان كان هيوضح اكتر، بس يا رب يكون باين لكم اهو. وده برضو شكل تاني اهو. بصوا برضو بينور نور اصفر كده. بجد يا جماعه المكان هناك هايل واسعاره تحفه، والحاجه اللي فيه احلى بكتير من اي مكان بره. دلوقتي انا عايزه اعرف فروع الزينه بتبدا من كام لكام؟ دي ب10 الورق 10 و12 ونص 15. ما شاء الله ممتاز. وفروع النور بكام؟ يعني ده مثلا بكام؟ 75. الاسعار بجد تحفه هنا يا جماعه. لا كام ده؟ 45. وده مثلا بكام؟ 45. طب وبالنسبه لدي ايه؟ ده طقم شامل، مصلية وسبحة وخاتم تسبيح وميدالية اتجاه الكعبة. لا ما شاء الله بصراحه يا جماعه الاسعار هنا تحفه. هو ده بكام؟ 75. بصراحه يا جماعه الاسعار هنا تحفه. المحل بجد جميل قوي. ودي بكام؟ المصلية دي ب130 وبرضه دي ب130.